غارات إماراتية مباغتة تستهدف شبوة ومأرب والسعودية ترسل وفدا عسكريا رفيعا إلى عدن. بصمات الإمارات تظهر في عملية اغتيال محافظ عدن السابق. وسجون صدنايا فرع الإمارات تظهر في اليمن بأكثر من 300 سجين بأشخاص مخفيين قسريا. ترامب يضع الرتوش الأخيرة قبل ضرب إيران ويغير مسار التعامل مع طهران. تل أبيب تستعد وتفتح ملاجئها وتخطط لاستغلال الهجوم الأمريكي المرتقب على إيران. وطهران تعلنها: أي دولة ستفتتح أجواءها للهجوم علينا ستكون هدفا مشروعا لصواريخنا. والاستخبارات الأمريكية تكشف أول أهدافها في إيران. والصين تعلنها: لن نترك إيران وحيدة أمام أمريكا وتل أبيب. 5 طائرات نقل أمريكية عسكرية ضخمة تحلق في الشرق الأوسط والأردن يرفع حالة التأهب الجوي لصد الصواريخ الإيرانية. وإيران ترسل صواريخ إلى روسيا بقيمة 2.7 مليار دولار. فهل أصبح البحر يشرب من القنينة؟ وقطر تدعو إلى تحالف إسلامي رباعي. والإمارات تتكفل بتكلفة 30% من أنظمة الدفاع الجوي لتل أبيب. ترامب يحرج زيلينسكي وبوتين يرسل رسالة للناتو على ظهر صاروخ أوراشناك. حرب الأيام الأخيرة. الصراع السعودي الإماراتي في اليمن يوشك أن يضع أوزاره. والسعودية تبدأ في وضع الرتوش الأخيرة في لوحة السلام المزعومة. ونقلا عن سبوتنيك، حيث وصل وفد عسكري سعودي رفيع إلى عدن في زيارة تهدف إلى تقييم الأوضاع الأمنية والعسكرية وبحث آليات دعم الاستقرار في جنوب اليمن. في سياق ذاته أفادت وزارة الدفاع السعودية نقلا عن قناة العربية أنه تم العثور على نحو 300 معتقل مخفيين قسريا في سجون المجلس الانتقالي السري المدعوم إماراتيا، مؤكدة أن هؤلاء نقلوا من معتقلات في عدن عقب هزيمة قوات الانتقالية التابعة للإمارات إلى أماكن مجهولة دون أي معلومات عن مصيرهم، فيما لا يزال ذووهم يجهلون أماكن احتجازهم منذ سنوات. أما ميدانيا ونقلا عن سبوتنيك، فقد شنت طائرة حربية مجهولة يعتقد أنها انطلقت من الإمارات عدة غارات على محافظتي شبوة ومأرب، حيث استهدفت غارة جبل مذاب في شبوة، فيما استهدفت غارة أخرى دراجة نارية في مدينة مأرب على شخص كان يحمل وثائق وملفات حسب ما نقله شهود عيان. وفي سياق آخر، فقد أفادت صحيفة الوطن السعودية نقلا عن مسؤول أمني رفيع المستوى بأن بصمات الإمارات تقف وراء اغتيال محافظ عدن الأسبق اللواء جعفر محمد سعيد عام 2015 عبر تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه، وذلك عقب رفضه تسليم موارئ ومواقع سيادية لجهات موالية لأبو ظبي، وذلك حسب ما نقلته صحيفة وطن السعودية. في تطور لافت، أفادت سكاي نيوز بمشاهدة تحليق طيران عسكري أمريكي يعتقد أنه من طراز B8 بوسايدن في سماء محافظة الضالع ويافع وردفان. هذا وكما أقلعت طائرة شحن عسكرية قطرية من قاعدة العديد الجوية وهبطت في مطار شرورة جنوب السعودية بمحاذاة الحدود مع اليمن. في خطوة لافتة، كون المطار يستخدم عادة للأغراض المحلية فقط داخل المملكة، ما يجعل الزيارة القطرية استثنائية وغير مسبوقة ومشبوهة حول تحرك عسكري وشيك. ومن خيوط حروب اليمن العنكبوتية إلى الحرب الإيرانية الكبرى المرتقبة، حيث أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وعددا من كبار مساعدي الإدارة الأمريكية حثوا الرئيس دونالد ترامب على إعطاء أولوية للمسار الدبلوماسي مع إيران قبل الرد على تحييد متظاهرين، إلا أن الصحيفة ذاتها نقلت في المقابل أن ترامب يميل فعليا إلى خيار توجيه ضربات عسكرية ضد طهران، مشيرة إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تنفيذ ضربات أولا ثم الانتقال لاحقا إلى محادثات جادة مع الجانب الإيراني. وفي سياق ذاته ذكر ماهد كوينسي الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب بدأ تعامله مع إيران على أساس اعتقادي بأن النظام هناك هاش، ما دفعه في البداية إلى التصعيد اللفظي والتلويح بالتدخل قبل أن يبحث حاليا عن مبررات للتراجع عن هذا المسار. هذا وأوضح المعهد في تحليل أنه سجل ترامب وهو يظهر ميله إلى تدخلات منخفضة المخاطر مع انسحابه سريعا عندما تصبح نتائج العمل العسكري غير مضمونة، مستشهدا بتجربة اليمن حين غير مساره بعد تعثر الوعود بهزيمة الحوثيين واقتراب خسائر عسكرية أمريكية. هذا وأضاف المعهد أن إيران تمثل ساحة أكثر تعقيدا، وقد أثبتت أن ردها لا يقوم على الاستسلام، مشيرا إلى أن ترامب اعتاد التخلي عن تصريحاته السابقة عندما لا تعود في مصلحته، وأن حديثه الأخير عن تعرض الإيرانيين للتصفية يعكس سهولة تغيير الروايات لتبرير التقاعس في وقت تبدو فيه تطورات مضاعفة لفرضية هشاشة النظام الإيراني التي انطلق منها سابقا
وذلك حسب ما نقلته الصحيفة. من جهة أخرى أفادت قناة كان العبرية بأن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن ترامب سينفذ تهديداته تجاه إيران، وهو ما قد يؤدي إلى تبادل الضربات بين واشنطن وتل أبيب، مشيرة إلى أن الحكومة العبرية أعادت فتح الملاجئ للمستوطنين تحسبا للهجمات الإيرانية. من جانبه صرح مسؤول عبري رفيع المستوى لقناة فوكس نيوز بأن تل أبيب تعتبر هذه المرحلة فرصة حاسمة للعمل بشكل مستقل، موضحا أنه في حال تنفيذ الهجوم الأمريكي على إيران ستستغل تل أبيب الفرصة لمهاجمة الأذرع الرئيسية لطهران في المنطقة، بما في ذلك الفصائل اللبنانية والحوثيون في اليمن، بهدف تقليل التهديد وإضعاف شبكة النفوذ الإيرانية في الشرق الأوسط. في المقابل أكد وزير الدفاع الإيراني عزيز نصيرزادة أن بلاده ستهاجم مصالح العدو في أي مكان في حال تعرض مصالحها الوطنية لأي اعتداء، محذرا من أن أي دولة تسهل الهجوم على إيران أو تسمح باستخدام أراضيها أو قواعدها لتنفيذ اعتداءات ضدها ستعد هدفا مشروعا للقوات الإيرانية، وذلك حسب تصريحه نقلا عن وكالة فارس. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة لكل الخيارات، معربا عن أمله في أن تختار واشنطن الخيار الحكيم، مؤكدا استمرار الاتصالات مع المبعوث الأمريكي ويتكوف والاستعداد للتفاوض النووي دون تهديد أو إملاءات، وذلك حسب وكالة إيرنا الإيرانية. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه في حال أقدمت إيران على استهداف قواعد أمريكية في الشرق الأوسط ردا على أي عمل عسكري أمريكي داخل إيران، فإن الولايات المتحدة سترد بضربات وصفها أنها غير متوقعة. وأضاف ترامب أن واشنطن ستتعامل مع أي هجوم إيراني بقوة كبيرة جدا وعلى مستويات لم يتعرضوا لها من قبل، مؤكدا أن امتلاكه خيارات قوية للغاية للرد، وذلك حسب تصريحه. بدورها صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن مسؤولا إيرانيا تواصل مع ستيف ويتكوف بنبرة مغايرة للتصريحات العلنية، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو وحده من يحدد الخطوة المقبلة، وذلك وفق وكالة NBC. دوليا ونقلا عن الBBC، حيث أعلنت الصين رسميا أنها ستدخل عسكريا للدفاع عن سيادة إيران في مواجهة ما وصفته ببلطجية مدعومين من جهة متطرفة، وذلك حسب البيان الرسمي للحكومة الصينية. وفي تطور لافت حلقت 5 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طرازات مختلفة في أجواء الشرق الأوسط، حيث رصدت فوق العراق والخليج العربي، فيما تتجه الطائرة الخامسة من البحر المتوسط نحو الخليج العربي، فيما رفع الأردن مستوى التأهب في أنظمة دفاعه الجوية إلى أعلى مستوى، وذلك وفق ما نقلته رويترز. وعلى صعيد آخر كشفت وكالة بلومبارغ أن إيران أرسلت صواريخ إلى روسيا بقيمة حوالي 2.7 مليار دولار في خطوة تعكس تعميق التعاون العسكري بين البلدين. هذا وتأتي هذه الشحنات في سياق الدعم المرتبط بالتدخلات العسكرية الروسية وسط توترات جيوسياسية وعقوبات على كل من طهران وموسكو، مما يوسع العلاقات الاستراتيجية بينهما ويثير مخاوف غربية وأوكرانية من تزويد إيران موسكو بأسلحة بما فيها طائرة بدون طيار وأنظمة صواريخ. ومن بلاد فارس إلى رسم خارطة التحالفات العربية الإسلامية، حيث قال رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم بن جبر عبر منصة أكس إن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان مع احتمال انضمام تركيا ومصر تشكل خطوة مهمة لحماية المنطقة، داعيا دول الخليج للانضمام إليها. وفي سياق آخر أعلنت مجموعة آجا العماراتية إتمام استحواذها على نحو 30% من الشركة الدفاعية العبرية عين شليشت في صفقة استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار لتصبح أكبر مساهم فيها. ومن المقرر أن تعقد الشركة العبرية جمعيتها العمومية اجتماعها في 15 من فبراير المقبل للمصادقة على الصفقة. ومن دخان صراعات الشرق الأوسط إلى حرب نهاية العالم، ونقصد حرب روسيا ضد أوكرانيا والغرب، حرب الأيادي الفارغة. زيلينسكي لا يزال مصرا على الاستمرار في الحرب ضد روسيا رغم أنه لا يمتلك أي أوراق رابحة في اللعبة، هكذا يقولها خبراء السياسة العسكرية نقلا عن واشنطن بوست، حيث صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لا يمتلك أي أوراق رابحة في مفاوضاته مع روسيا، مؤكدا خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أن زيلينسكي يعتمد بالكامل على دعم ترامب نفسه، وأن غيابه سيجعل موقفه كارثيا، وهو ما يدركه القادة الأوروبيون وكافة الأطراف المعنية. وفي السياق ذاته اعتبر الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا أن الضربة الروسية بصاروخ أوراشناك التي استهدفت مصنعا عسكريا في مدينة لوفوف الأوكرانية يستخدم لصيانة مقاتلات F-16 وميغ 29، والتي تمثل هذه الضربة رسالة مباشرة إلى حلف الناتو، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكرواتي أن موسكو تسعى لردع الحلف عن دعم أوكرانيا، لكن ذلك لن يدفع الناتو إلى التراجع أو وقف دعمه لكييف، وذلك وفق وكالة CNN. وفي الختام لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد.